أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباحي يوم السبت يوم أجازة نهاية الأسبوع. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. مع تحسن الأحوال الجوية وسطوع الشمس كثافات خفيفة في حركة سير السيارات منذ الصباح الباكر، مع متابعة ميدانية للطرق السريعة صحراوية وزراعية وترابية بمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء نصف شهر رمضان المبارك مع الأهل والأقارب والأصدقاء، مع تعزيز خدمات مرورية بمناطق الأعمال والمناطق التجارية والمناطق الدينية، وأيضا المسطحات الأرضية المؤدية إلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل، وأيضا أماكن المتنزهات بكافة أنواعها، نظرا لإقبال السادة الجماهير عليها وخاصة ما بعد الإفطار مع أجازة نهاية الأسبوع. متابعة ميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات، وتنسيق تام ومستمر ما بين غرف العمليات والخدمات الميدانية في الشارع المصري، كل في نطاق اختصاصه.